اخواتي الشباب الجمال، رجعت لكم فيديو جديد. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسانيش في اللايك والشير والسبسكرايب وتوحد الله وصلي على النبي. مش تحدي بتاعنا في المتابعه بنهايه السنه ونظهر الفيديو ده لكام لاكبر عدد من اللايكات. وما تنسانيش في لايكات لان الريتش الفتره اللي فاتت كان واقع. عايزين بقى نصحصحه الفتره الجايه. ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. اخواتي، نادي الاهلي بيفوز على نادي سموحه بنتيجه 2-1. بس تعالى اقول لك، مش هنا المشكله. المشكله اللي انت مش عارف تلعب. الخطوط بتاعتك تحس ان فيها حاجه غلط. الهجوم بتاعك مش موجود. النهارده كان في لعيبه عملت اللي عليها، بس في لعيبه تانية هي مش موجوده. يعني واحد زي امام عاشور انا ما حسيتش بيه النهارده. امام عاشور سيء جدا. واحد تاني زي محمد هاني كان سيء جدا جدا جدا. هو اللي عمل عرضيه الجون وكان بيطلع، بس كان في اغلبيه الاوقات تحس ان اللاعب كسول، لاعب ما بيلعبش، لاعب مش حابب يلعب، لدرجه ان المذيع النهارده بيقول لك محمد هاني الكسلان. محمد هاني النهارده فعلا كان سيء. وامام عاشور ما جاش. بن شرقي ما نزل ما يلعبش كوره. بن شرقي ما يلعبش كوره. بن شرقي ما ينفعش يا جدعان مع النادي الاهلي. بن شرقي النهارده ياكد لك اللي هو لاعب منتهي، مش عارف يعدي واحد على واحد. فبن شرقي لازم يمشي بنهايه الموسم. امام عاشور كفايه قوي كده. انا حاسس ان امام عاشور ده لو مشي النادي الاهلي هيتظبط. هتقول لي انت بتهرج، ده الفتره اللي امام عاشور فيها اتصاب ما كناش عارفين. انا بقول لك امام عاشور الفتره ديت بقى ضغط كبير قوي على اداره النادي الاهلي. انا بقول لك امام عاشور لو مشي هيبقى يعني النادي هيتظبط. خدها مني كلمه، امام عاشور لو مشي النادي هيتظبط. ووراه بن شرقي على طول، الاثنين يلموا شنطهم ويروحوا. يروحوا بقى السعوديه، يروحوا قطر، يروحوا مطرح ما يروحوا. بس على الجانب الاخر يعني تريزيجيه جاب جون عالمي، ارتقاء بالراس ولا اروع، توجيه الكوره يعني مثالي. طاهر محمد طاهر يرجع للتهديف ويسجل هدف الفوز. وصدقني انا هيبقى اغلى هدف في البطوله. هتقول لي ازاي؟ هقول لك هو ده الهدف اللي هيبقى يجيب البطوله للنادي الاهلي. لان ده حيالك، انت كنت خلاص لو الثلاث دقايق اللي فاضلين دول كانوا عدوا كنت طلعت بره المنافسه رسميا. الهدف بتاع طاهر النهارده ده هو اللي دخلك المنافسه. طبعا النينجا حسين الشحات النهارده ما كانش بيعتمد حد. واحد على واحد كان بيعدي، 2 على 1 كان بيعدي، بساطته كلها صح. النهارده كان بيحاول يعمل فوق طاقته بشويتين 3 4. يا جدعان حسين الشحات هو انسب لاعب للفتره الجايه. حسين الشحات ما ينفعش يقعد دكه الفتره الجايه. على الاقل الاربع ماتشات ولا الخمس ماتشات اللي فاضلين في الدوري. هتقول لي انت بتهزر، اقول لك لا، حسين الشحات يلعب على اي حد في الجبهه اليمين الفتره الجايه. حسين الشحات النهارده كان بيدوس ولا همه. هو ده اللاعب اللي انت محتاجه، او بروفايل اللاعب اللي انت محتاجه في الفتره الجايه. هيبقى حسين على اليمين وتريزيجيه على الشمال. هم دول الاثنين لعيبه اللي لا غنى عنهم في تشكيله النادي الاهلي الفتره الجايه. الاثنين بيموتوا نفسهم في ارض الملعب، وبالذات حسين النهارده كان بيقتل نفسه. عايز يقول للمدرب انا لازم ما اطلعش من التشكيله الاساسيه الفتره اللي جايه. ومعاه حق، النهارده هو عمل اللي عليه وزياده. فبصراحه انا شايف ان حسين الشحات ما يطلعش بره التشكيله الاساسيه، ما يقعدش دكه، لا، ما يطلعش بره التشكيله الاساسيه دي من وجهه نظر انا. زيزو بقى عن اي حد في الجبهه بتاعته يلعب اساسي. تعال بقى على الجانب الاخر، موضوع المهاجم مأثر جدا مع النادي الاهلي. هتقول لي ازاي؟ هقول لك ما هو انت ما عندكش مهاجم ينهي الفرصه. كميه العرضيات اللي بتتلعب من لعيبه النادي الاهلي كتيره جدا، وده سبب ان كل الدفاعات اللي بتلعب قدام النادي الاهلي بيبقوا مقفلين باربع وخمس وست لعيبه كمان في منطقه الجزاء وحوالين منطقه الجزاء وقدام منطقه الجزاء بيبقوا قافلين باربعه. فبيبقى الاختراق صعب جدا. فبتلعب كرات طوليه وكرات عرضيه كتيره. انت بقى ما عندكش مهاجم يقدر ينهي الفرص ديت. فبالتالي كل العرضيات اللي بتتعرض بتبقى بره. ليه؟ لان مفيش مهاجم قادر يخلص فرصه او فرصتين من دول، او عرضيه او عرضيتين من دول. فبالنسبه لي حكايه المهاجم لازم تخلص في الانتقالات اللي جايه، لان المركز ده مؤثر جدا على هجوم النادي الاهلي. الهجوم حلو مش هقول لك لا، والعرضيات بتترفع كتيره من تريزيجيه ومن محمد هاني ومن زيزو ومن شحات. عندك كتير ناس بتعمل اوفرات وبيعملوا اوفرات كويس جدا، بس مفيش المهاجم اللي يقدر ينهي ده. فلازم ملف المهاجم يخلص فيه الانتقالات الشتويه الانتقالات الصيفيه الجايه. ده شيء لابد منه، لازم يخلص. فقولوا لي انتوا بقى رايكم ايه اكتر لاعب عجبكم النهارده؟ انا من وجهه نظري حسين الشحات، وبصراحه جون اماضو كان جون عالمي. استني بقى انتوا رايكم في الكومنتات، قولوا لي مين اكتر لاعب عجبكم في المباراه النهارده. استني بقى رايكم في الكومنتات، والسلام.